سمك ماكريل مشوي بالخلطة السرية يا جماعة، معاكم الشيف أبانوب ويلا بقى لايكات وكومنتات، وهديكم النهارده سر السمك المشوي بالردة في البيت من غير ما يطلع دخان ومن غير ما جيرانك يعرفوا إنك عاملة سمك. يلا بينا نقول التتبيلة. أول حاجة كده عندي راس توم، وكمان هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة، تمام، وليمونتين كده معصورين وملح وكمان كمون وشوية كزبرة ناشفة، وأقلب بقى كل الكلام ده، وكل الكلام ده أنا هعمله على 3 سمكات، يعني دي تتبيلة 3 سمكات. وبعد كده بقى عندي بصل ونزلت عليه بطماطم، كل ده قطع صغيرة، وفلفل أخضر رومي، وكمان شوية من البقدونس والكزبرة الخضراء وكمان شوية شبت، تمام. هتقولوا لي ليه ده؟ هقول لكم تعالوا بس كملوا الفيديو. بعد كده هاحط بقى إيه، معلقة حلوة من التتبيلة بتاعة التوم اللي أنا عملتها، وهاقلب، وكده بقى هاستخدمها لحاجتين، إيه هُم؟ كمّلوا الفيديو وأنتم تعرفوا. هابدأ بقى آخد السمك بتاعنا، ده سمك ماكريل يا جماعة متنضف وزي الفل. قولوا لي بقى لو عملتوا السمك المشوي هتعملوه بسمك ماكريل والّا بوري والّا بولتي والّا تعملوه بإيه؟ يالّا اكتبوا لي في الكومنتات. هابدأ بقى أتبّل السمك، ويا سلام لو سِبت كده التتبيلة في السمك لمدة ساعة والّا ساعتين، عشان السمكية تشرب منها ومن برّه ومن جوّه ومن برّه. هابدأ كده إيه، أحُط بقى الخلطة اللي أنا حطيتها، فاكرين؟ خدت بقى نُص الخلطة كده على جنب في طبق علشان ما تتزفّرش من السمك، وهابدأ كده أحشي بطن السمكة بالخلطة اللي أنا عملتها شبه السلطة دي، تمام، والنُص التاني أنا هاستخدمه سلطة عادية خالص. طب النُص التالت لأ، دي بقى مفاجأة. هابدأ بقى آخُد بقى الردة، رُحت عند الراجل وقُلت له ادّيني ردة، ادّاني شوية الردة دول، وحطيت عليهم ملح وكمون، وادّيت بقى التقليبة، وكده الردة عندي اتبّلت هي كمان. وآخُد بقى السمكاية، ولازم السمكاية تكون مندية شوية. يعني إيه مندية؟ يعني فيها شوية مَيّة، فيها شوية من التتبيلة، علشان لو ناشفة هتلاقي الردة ما مسكتش في السمكة، تمام. اوعوا تحطوا زيت، تمام، اديني قُلت لكم اوعوا تحطوا زيت في تتبيلة السمك. هابدأ بقى إيه، أحط بقى إيه الردة كده وادوس يا جماعة، شايفين بادوس إزاي؟ وكده عندي تبِّلت السمك بتاعنا كله بقى إيه متبل وجاهز. عندي بقى الصاج وحطيت عليه شوية من الزيت، وأبدأ أحط السمك. طبعًا ده صاج شوي، هو بيبقى لونه كده، تمام، بتروحوا للراجل وتقولوا له عايزة صاج شوي، بيدوكوا صاج أسود زي ده. طب ممكن تعملوه في الفرن، ممكن تعملوه في الفرن أو ممكن تعملوه على الشواية كمان. باقي التتبيلة حطيت عليهم شوية مَيّة سخنة وملح وكمون، تمام، وهاقلب بقى، وعندي بقى شوية من السلطة إيه جاهزين. هابدأ بقى آخد معلقتين كده، ودول بقى التشريبة أو الخلطة اللي أنا هاحطها على السمك أول ما إيه، أول ما يستوي، أو الدقة يعني زي ما بيسموها. السمك كده قعد بتاع 10 دقايق أو 7 دقايق. هابدأ بقى إيه أقلبه الناحية التانية. شايفين يا جماعة الحلاوة والجمال؟ عندي بقى طبق حطيت فيه بقدونس كده وكزبرة خضرا، وبدأت أحط بقى السمك بعد ما إيه، بعد ما استوى. وانزل بقى يا باشا بالتتبيلة اللي أنت عاملها، أو التشريبة، أو يعني التسمية اللي أنتم عاوزينها اعملوها، أو الدقة يعني. هابدأ بقى إيه أسقي كده السمكية أول ما تطلع. في ناس بتعمل خلطة كبيرة وتحط السمكة فيها. كده عملت السمك مشوي بطريقة سهلة، وأنا اسمي أبانوب. ما تنسوش تعملوا فولو وشير للوصفة.